مين فينا ما بيحبش مزاجه يبقى حلو ومزاجه يبقى رايق؟ ولما نيجي نتكلم عن السيروتونين كله لازم ياخد باله. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا هرمون السعادة، هرمون السيروتونين، وادالنا بعض الحاجات اللي ربنا خلقها اللي بتعلي الهرمون دوت. التعرض للشمس بشكل كبير دوت بيعلي الهرمون. السيروتونين فايدته ايه؟ السيروتونين بيدي احساس بالرضا، احساس بالسعادة، بيحسن النوم جدا لما بيعلى في الجسم، وبرضه بيحسن عملية الهضم. السيروتونين مش موجود بشكل مباشر في العناصر الغذائيه الموجوده، ولكن بتبقى موجوده حاجه اسمها التريبتوفان، وبمساعده المغنيسيوم وفيتامين بي 6 التريبتوفان ده بيتحول لسيروتونين وبيعلى في الجسم. خليني اقول لك على بعض الاطعمه السهله واللي موجوده في كل بيت اللي هتعلي معاك السيروتونين. اللحوم النباتيه اللي بتحتوي على بروتينات، البيض برضو دوت بيدي بيعلي التريبتوفان وبيتحول لسيروتونين. خلي بالك الموز من الحاجات القويه جدا اللي فيها مغنيسيوم وفيها تريبتوفان. الشوكولاته الداكنه طبعا اللي ناس كتير بنشوفها بتبقى مودها مش مظبوط، ومجرد ما تاكل شوكولاته مودها بيتحسن لان السيروتونين بيعلى. الاسماك، الاسماك بشكل عام بتحسن المود جدا لان هي بتحتوي على التريبتوفان وبتحتوي على الاوميجا 3 اللي بيساعد التريبتوفان اللي يتحول لسيروتونين. خلوكوا دايما معايا، هديكم معلومه في كل مره، معلومه جديده ومفيده. دكتور احمد غنيم.